السلام عليكم العائلة الودادية. غنهضر بكل صراحة. واش عرفتوا السبب الحقيقي وراء هزيمة الوداد وفقدان هذا اللقب اللي كان بين يدينا؟ واش عرفتوا شنو هو السبب؟ جاوبوني في لي كومونتير وقولوا لي شنو هو السبب، وانا غنعطيكم السبب في هذا الفيديو. السبب هو تهاون المجموعة. حيدوا الحارس بوحدو، تهاون المجموعة في الدقائق الأخيرة. بنادم ما قادش حتى يجري، بنادم ما قادش يهز بالون، بنادم عاجز انه يلقى الحلول. بنادم عادو تقول لي سعيد الناصري، ولا سعيد الناصري وفر كل الظروف، ولكن اللعابه خانوا بينا. انا كودادي حر، اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم ما نسمح اللعابه وما نسمح لكل شخص تهاون، ولو ماشي قصده هو انه يتهاون، وماشي قصده هو انه ما يعطيش ديك 100%، ولكن عارف راسك ما قادرش تلعب، عطينا باتساع. ما تجيبناش حتى النهار الاخر 90 دقيقه، ماشي 90 دقيقه، 30 دقيقه اللي بقات وتخون بينا. ما يمكنش انه لقب يضيع لك من وسط 40 مليون مغربي. ما يمكنش امبوسيبل، مستحيل ان هذاك اللقب يضيع للوداد. ولكن ما نقدرش نقول فلان وفلان وفلان وفلان، انا كنقولها كودادي، انا ما نسمح لحتى شي لاعب. سعيد الناصري وفر كل الظروف، وكل الظروف كانت متاحه للتتويج باللقب. باش نقولوا لا دا كيتش، اللعابه خانوا بينا. اخر المطاف دقيقه بقات الدقائق الاخر، عوض ما اننا نضغطوا ونديروا واحد الضغط رهيب، بنادم ولا كلشي ولا كيجر في رجليه. انا علاش كنقول لك عمتي، واخا ما يكونوش هما قاصدين، واخا بنادم تخونوا اللياقه البدنيه، ولكن انا كجمهور، كلاعب محترف كنلعب نادي الوداد البيضاوي، خاصني نكون مجتهد، خاصني نكون قادر نلعب انا بواحد 90 دقيقه بواحد الريتم عالي. شو اللعاب ديال الاهلي كانوا جاهزين 100%، كانوا واقفين في التيران، واخا ما لعبوش بالون، هما ما جايينش يلعبوا البالون، هما جايين يديو اللقب، جايين يتقاتلوا، جايين يجريو 90 دقيقه. حنا بنادم ما كيقدرش يجري، بنادم ما كيقدرش يخلق فرص. واش شفتوا ما شفتوش الصامبو كيبقى غير كيجري، ولو كره تحطت ليه في الراس في الكاري دي زويت، ولو كره ما تحطاتش. لقب ضاع يعني، وفرصه لا تكرر يعني. الوداد مع التوهج، انا بعدا كنقولها وكنعاودها، انا ما نسمح لحتى شي لاعب تهاون من غير حيد غير المطيع. انا كنقولها وكنكررها، الحارس المطيع اللي قدم مباراة قوية وكان حاضر، وبالسبب ديالو باش مشينا حتى الفينال. اما ما تبقى راه غير الزيروات. الانسان ما تقولش لي لا جاو تاهلوا للفينال، راه الا تاهلتي الفينال خاصك تديه، تاهلتي الفينال خاصك تموت، وتاحت لكم فرصه العمر انكم كنتوا سباقين للتسجيل. نغلق، انا جاي للمدرب، المدرب ملي سجلت بيت وبقات نص ساعه نقفل الحدود نهائيا، نزيد ابو الفتح ونعمر اللور مزيان، ندخل اي تعلال، المهم ندير شي تشونجمون تاكتيكي. يعني المدرب كان فاشل في قياده الشوط الثاني من المباراه، باش نكونوا واقعيين. صدمه يعني، صدمه قويه. علاش كتشوف ما عرفتش انا دابا غتجي تقول لي لعب في الكونت ديالو على مقروبه، كاين لعابه اللي على يعني في الكونت ديالهم الملايير، اللهم لا حسد، الله يزيدهم. ولكن حنا كمشجعين، والناس اللي كتمشي تتفرج، والناس اللي كتضحي بالغالي وبالنفيس، والناس اللي ما عندهاش، والناس اللي كتبغي تفرحها غير الوداد، ما كيفرحهاش لعاب ولا فلان ولا فرتلان، كتفرحنا غير الوداد. كنتقاتلوا باش نفرحوا مع الوداد، وتجيو وتجروا علينا في رجليكم. راه والله تجريتوا رجليكم بالله، راه واخا ماشي مقصوده منكم، ولكن راه ما عند الميت ما يدير قدام غسال. هو ماشي ما انسان فاشل يعني، انسان لا دار واحد الطوموبيل ودارو هكا وشويه ديال الفلوس، ما عندوش طموحات. اليوم يسد كل شيء وبقى كيحلم بكاس العالم حتى دار. حنا لعاب كيولي كيسجل غير بيت ولا جوج، كيقول لك انا هو اللي كاين، انا هو الكرون جوور في العالم. صافي دار قهوه وكدار مشروع ديالو، ضمن الحياه ديالو، ضمن الحياه سعيده.
ما شفناش قتاليه، ما شفناش لاغرينتا، ما شفناش الروح، ما شفناش الخبره، ما شفناش حتى شي حاجه ما شفناها في هذا الفينال. الاهلي جات باش انها دي لقب ومشات، يعني بيت من لي كورنير الدفاع حتى هما غير كيوزعوا لعب عشوائي. انا كتشوف ديك ما عرفتش، انا ما عرفتش باش غادي نسميها، مي هذه هي الصفعه، كتسمى صفعه. انا مؤخرا لاحظت مابقيتش كنبارطاجي فيديوهات باسكو عارف هاد خيبه الامل، وكنت كنتسنى بارطاجيت واحد الفيديو من قبل قلت لكم راه خص تكون ديك القتاليه، خصنا نعمروا الميليو دو تيغان، خصو يكون عامر. هادشي اللي كاين، ما نكذبش عليكم. ما بقات كتهمني دابا لا بطوله لا كاس عرش لا حتى شي حاجه، باسكو كنطامع وكنقول انه راه غتلعب فينال، راه العصبه ما غتعاودش، راه البطوله كتعاود وكتعاود وكتعاود وفيها بزاف ديال الماتشات، الا خسرتي ماتش ولا تعادلتي تقدر تعاود الماتش. اما هنا دابا شنو غنعوضو في العصبه؟ ما كاينش، سير تسنى عاوتاني وبدا ثاني تقاتل. عفوا. يا ترى يا ترى كاس العرش كذلك ومثال، يعني انا ما كيهمونيش هاد الالقاب، واخا البطوله بها باش كنمشيو الشامبيونز ليغ، مي شامبيونز ليغ ملي كتمشي الفينال ديالها راه خاصك تديها، راه ما تقولش ليا، وسيرتو في دونور في التيران ديالك في بلادك، امام الناس اللي كيبغيوك، امام الجمهور العريض، الجمهور الغفير اللي كيدير اللي كيضحي بالغالي وبالنفيس. كاين اللي كيبيع التليفون ديالو، كاين اللي كيبيع حوايج، وكاين اللي كيبيع موتور ديالو باش انه يدخل يتفرج فيكم. كاين اللي مسكين ما فطاقسوش يشري تذكيره ب1000 درهم و600 درهم وشراها في مارشي نوار باش انه يدخل يتفرج فيكم، وانتم ما قادينش انكم تقدموا داك الاداء اللي كيرقي بمستوى الوداد. الموسم اللي فات كانوا لعابه وتقاتلوا وديناه بعزيمه الرجال، والاهلي كانت اسهل من ما يكون، من اسهل من ما يكون اننا نسجلوا عليها اكثر من هدف، ولكن التهاون ديالكم وما كانوش فرص حقيقيه. انا كنقولها الشناوي راه كان فرحه تامه، راه ما كانوش دوك الفرص الحقيقيه للتسجيل، راه ما كناش كنهزوا لي بالون لاطاكون ديالنا، راه ما كانش داكشي، راه حنا غير كنا كنشدوا كره نديوها من هنا نديوها من هنا نهزوها، وداكشي عشوائي، راه ما كانش واحد التكتيك اللي محكم باش اننا نخرجوا رابحين. راه حنا انا نفضل ملي سجلنا بيت ومشينا دوزيام ميطون اننا نرجعوا اللور، نغلقوا اللور، نتقاتلوا على اللور حتى لا جات ساعه، ديك ساعه المهم غنتقاتلوا نلعبوا حنا على لي كونتر اتاك، الاهلي غتخرج تلعب، ولكن الكامور الميت غير خساره، قدر الله ما شاء فعل. ما كنتوش معنا رجال وخنتوا بينا، وانا كنقول انا كودادي ما غنسمح لحتى شي لاعب، لانك انت كجوار بروفيسيونيل خاصك تعطي الماكسيموم، خاصك تعطي اكثر من 80 و90، خاصك تعطي فوق من 100%، ولكن نتوما ميتين، الصدر ديالكم مهلوك، السفل زيرو، ناقصين بدنيا ناقصين ذهنيا، ما عندكم ما تضيفوا، ما عندكم ما تقدموا. وانا كنقولها كوداد، الوداد غيبقى الشعار ديالو ثابت، الوداد غتبقى في القمه، الوداد غتبقى ديما الطوب دو الطوب، رغم الكارهين ورغم الحاسدين ورغم القواسه ورغم الحضايا اللي ما عندهمش ما في يدهمش كيبقاو حاضين غير الوداد. ما غتصوروا حتى شي حاجه، الوداد كل موسم كدي عصبه، كدي بطوله، كدوز الفينال، نتوما ما كديروا حتى شي حاجه في حياتكم من غير انكم تقوسوا على الوداد، والوداد غيبقى ثابت. وانا كنقول هذه رساله للعابه اللي ما باغاش يلعب ولا عنده شي حاجه في حياته، يخلي الوداد ويمشي يقلب على راسو، وعمرو غيلعب فينال ديال الشامبيونز ليغ الا ما كانش في الوداد. السلام عليكم.